المدارس على الابواب. احفظي بقى الوصفه ديت عندك لان بجد هتحتاجيها الفتره اللي جايه. عايزه اقولك هتدي للولاد باور حلو جدا وهم في المدرسه. وكمان انت كمان تقدري اللي انت تفطري منها الصبح بعد ما تنزلي الولاد. تعالى اقولك ازاي نعمل احلى واطعم وصفه طعمها حلو قوي. معايا كوبايه من الحليب، هحط عليها معلقتين كبار من السكر، وكمان هحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب معايا. وهركنه بقى على جنب، وهحضر معايا 4 كوبايات من الدقيق. والكوباية اللي انا استخدمتها هي مج الشاي العادي. حطيتهم عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح بسيطة، وقلبي الكلام ده كله مع بعضه بالشكل دوت كده. هحضر بقى معايا كوباية من الزبادي، وطبعا هحط ربع كوباية من الزيت، وكيس من الفانيليا، ودوت اختياري بس هيدي تست عالي قوي للمخبوزات بتاعتنا. هقلب بقى كله مع بعضه لحد ما اتأكد تماما ان الزبادي كده بدأ اللي هو يتغلف بالدقيق وكله بقى تمام. يلا صليتي على الرسول، يلا بسرعة صلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسيش بقى تشيري الوصفة لو عجبتك وتبعتيها لكل حبايبك وصحابك عشان حلوة جدا وبجد خطيرة. بعد كده نزلت بقى بالحليب اللي احنا حاطين عليه السكر والخميرة، وبدأت اللي انا اعجن في نفس الكوباية. حطيت فيها كمان كوباية تانية من المية، بس هنزل بقى تدريجيا كده بالمية حبة حبة لحد ما العجينة بتاعتي تتلم معايا بالشكل دوت. الكوباية التانية بتاعت المية انا ما استخدمتهاش كلها. حطيت على العجينة بتاعتي شوية زيت، وفي الطبق كمان شوية زيت، وهسيبها تخمر كده لمدة نص ساعة. لو انت مستعجلة عليها ممكن تسخني الفرن وتطفيه وبعد كده تدخليها جوه الفرن. هتخمر معاكي في اقل من 5 دقايق. او شوية مية سخنة تحطيهم في طبق تعملي لها حمام بخار يعني، برضه هتخمر معاكي بسرعة. بعد ما خمرت معايا هقسمها لجزئين. الجزء الاولاني هاخده واعمله بالشكل دوت كده، والجزء التاني نفس القصة. وبعد كده هقسمها لكرات، والكوره كده تقريبا انا عايزاها حجمها كبير. عايزاه الطفل لما ياخد واحده يشبع منها تقريبا 80 جرام. معايا بقى هنا شوكولاته نوتيلا، وديت اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. بحتفظ بيها في الفريزر لان هي صلاحيتها ما بتبقاش كتير جوه التلاجة، عشان انتوا عارفين بقى طبعا احنا حاطين فيها حليب وحاطين فيها حاجات كتيره قوي، فالقيمه الغذائيه بتاعتها بتبقى عاليه وما فيهاش مواد حافظه. فتقدري تحتفظي بيها في الفريزر وتطلعي منها عند الاستعمال على طول. يعني انا العلب ديت بحتفظ بيها في الفريزر. بطلعها مثلا ايه، العلبه بتقعد مثلا معايا 3 4 ايام جوه التلاجة، بتبقى حلوه قوي. لو انت عايزه طريقه النوتيلا قوليلي في الكومنتات هنزلها لك. احنا عملناها مع بعض والناس كتير جربتها وبصراحه تحفه. هنا بقى هفرد العجينه بتاعتي بالشكل دوت كده، واحط فيها معلقه محترمه من النوتيلا، واقفلها زي رغيف الفينو. بس اتاكد تماما ان انا قفلتها كويس جدا. وهعملها بالشكل دوت واحطها في صينيه مدهونه دهنه بسيطه من الزيت، وهسيبها بقى اما اخلص الكميه كلها هسيبها 10 دقايق تخمر. وبعد كده هكون محضره معايا معلقه كبيره من الحليب البودر، عليها معلقتين لبن او حليب سايل، دوبتهم مع بعض كويس جدا وهدهن الوش بيهم. طبعا تقدري تدهني الوش باي حاجه متوفره عندك، يعني ممكن تحطي شويه ميه عليهم شويه سكر، ممكن بضايه زي ما انت عايزه. هنا بقى جبت شويه مكسرات اللي انا كنت بدقهم في الاول خالص، وديت اختياري، بس انا حبيت اللي هي تبقى غنيه اكتر، فيها شوكولاته وفيها زبادي وفيها مثلا حليب. وقلت اطعمها شويه بشويه المكسرات اللي انا هحطهم فوق الوش. ممكن تحطيها ساده وممكن تحطي سمسم براحتك خالص. هدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 200، والفرن هيكون شغال من قبليها ب5 دقايق من غير ما اشغل الشوايه. هتلاقيها احمرت معاكي، طعمها حلو جدا. يلا جربيها، تنسيش بقى تشيري الوصفه.